طبعا انا قلت لك ان الفيديوهات دي عدت 26 مليار فيو على اليوتيوب، صعب تصدقني. بس عايزه اقول لك ان هي دي حقيقه. والظاهره دي صحيفه زي هيومن بينج فسروا ان السبب الرئيسي لمعدل المشاهدات المهول ده هو التسويف، او بلغتنا الدارجه يعني التاجيل. يعني مش عشان الفيديوهات دي بتضحك وحلوه ولطيفه، لا للاسف لا. اكيد فيديو القطه بتنفخ بالونه مش ممتع جدا ان هو يجيب 245 مليون مشاهده. فعلى حسب كلام الباحث بيرستين ان 95% من الناس اللي في العالم عندها عاده التسويف، واللي لو حاولنا نديها وصف بسيط انك بتاجل الحاجه اللي انت عارف ان انت المفروض تعملها لاخر وقت ينفع تعملها فيها. فمثلا عندنا حماده الشربيني الشهير بحماده بعدين. حماده في يوم من الايام كان عايز يطور نفسه فياخد كورس اونلاين، وفعلا حجز الكورس ومعاه الماتيريال وكل حاجه، وحدد القعده اللي هيذاكر فيها وعمل قهوه وكله تمام. جه قبل ما يبدا افتكر ان هو محتاج يكلم مكرم صاحبه ويقول له على خروجه بالليل، ويتفق معاه على الميعاد وكل حاجه عشان يبقى مصفي ذهنه تماما ويبتدي يقعد يذاكر. فهو بيكلم مكرم صاحبه كده وبيتمشى في الاوضه، قال ايه الكركبه اللي انا عايش فيها دي؟ انا لازم ارتب الاوضه كويس عشان انا الكركبه بتشتتني. وفعلا قفل مع مكرم، رتب اوضته. انا خلاص انا نفسيتي ارتاحت، بس انا محتاجه اريح شويه عشان انا تعبت. انا بقالي 3 ساعات في الاوضه دي، انا هنام شويه اصحى انزل مكرم، ارجع بقى انام كده، اصحى بكره بدري هفرم الكورس ده فعلا. فهنا ما نقدرش نقول ان حماده كسلان، لانه ما عملش الحاجه المفروض يعملها، لكن قدام ده عمل 3 4 حاجات ممكن نقول ان هم مجهدين اكتر. انا لو جيت سالتك انت ايه اللي ممكن توصل له في حياتك لو استخدمت امكانياتك للاخر، غالبا مش هيبقى عندك اجابه واضحه، لانك فعليا بقى عمرك ما استعملتها للاخر. فلو قلت لك بقى ان واحد زي ليوناردو دافنشي قعد في صوره الموناليزا 15 سنه لان كان عنده نفس المشكله دي، اللي هو يعني صوره خطيره وكل حاجه واحنا مش فنانين، بس مش لدرجه 15 سنه يعني، لدرجه ان كان في لوحه محدد لها اطار زمني 7 شهور قعد فيها 25 سنه. تعال اصدمك بقى ان ليوناردو دافنشي بالشهره دي كلها عامل اقل من 20 لوحه. فتخيل بقى كان ممكن يوصل لايه ويعمل كم لوح قد ايه لو ما كانش عنده مشكله التسويف. انت كل شويه بتستخدم شويه من الامكانيات دي لما بتيجي صدفه بحته كده تطلع فيها حاجه من اللي جواك. ففكر معايا بقى لو كل حاجه كان فعلا المفروض تبداها بداتها في الحال، كنت وصلت لغايه فين دلوقتي. بس حابه اطمنك ان انا عمري لغايه يومنا هذا ما شفت حد كان عنده حاجه المفروض يسلمها كمان شهر وبداها في نفس اليوم. افضل حاجه لما يبقى شاطر جدا بيبداها قبلها باسبوع. قيس على ده بقى مذاكره، شغل، ترتيبات، حتى الاحداث مهمه زي فرح او اي حاجه. دايما بنخلص على اخر لحظه، مع اننا كده عارفين اننا بنضغط نفسنا وصحتنا ومش بنطلع احسن حاجه، بس بنقول لنفسنا لا خلاص بقى المره دي انا اللي عملته في نفسي ده مش هعمله تاني خالص، والمره اللي جايه اكيد مش هعمل كده، والمره اللي جايه بتيجي وبنعمل نفس اللي عملناه بالملي. طب احنا بنعمل كده ليه؟ مع اننا عارفين ان احنا كده بنضغط اعصابنا، وكمان عارفين اننا لما بنعمل حاجه لاخر لحظه عمرها ما هتطلع كويسه. انا بقى هقول لك احنا بنعمل كده ليه. اول حاجه ان كلنا بشكل تلقائي ماشيين بمبدا احييني النهارده وموتني بكره، فاول لما بيطلب مني حاجه بتيجي في دماغي طب ما ترميها يا عم لبكره حتى لو هتاخد 5 دقايق وتخلص، انا برضو هاجلها لغايه اخر ثانيه. فتعالى بقى نشم شويه هوا ولا نمسك الموبايل ولا نتفرج على المسلسل، لان الحاجات دي بحس بتاثيرها اللطيف عليا في اللحظه، لكن بقى التاسكات اللي المفروض اعملها والامتحان اللي ان شاء الله هنجح فيه انا هحس بتاثيره اللطيف ده بعد شويه وقت حلوين. فخلينا في اللي هيفرحنا دلوقتي على طول. فمخنا بيخلينا ناجل لان هو شايف ان هو بيحمينا من مشاعر سلبيه احنا حاسينها دلوقتي مش عارفين نتعامل معاها، فبيرميها لبعدين ونشوف ساعتها هنعمل ايه بقى. فالتسويف هو الطريقه اللي الواحد بينفذ فيها عن الضغط اللي هو حاسه في الوقت ده. فرايك ايه بقى، نقعد نذاكر ولا نفتح اليوتيوب نتفرج على كيف تسمع صوت الحوت الازرق من شواطئ شرم الشيخ؟ تاني حاجه بقى ان الحاجه اللي المفروض اعملها صعبه جدا فمش عارفه ابداها منين، او ممكن تكون بالنسبه لي ممله، فبفضل ان انا اعمل حاجه اسهل دلوقتي واجلها لبكره، يمكن قدام الاقي طريقه تسهل عليا شويه. وهنا بقى محتاجه اسال نفسي سؤال جوهري، هو انا بعمل الحاجه دي ليه اصلا؟ لاني لو ما عنديش اجابه هي حاجه مش مهمه بالنسبه لي وغالبا مش هعرف اكمل فيها. ولو عندي اجابه هنا انا فعلا عايز اعملها ليه، لازم افكر اخلي التاسكايه دي ازاي ممتعه ليا اكتر. فانا هنا هحول الموضوع من حاجه تقيله وكبيره لحاجه عليا سهله وممتعه. فانا فاكره وانا في ثالثه اعدادي كانت ماده التاريخ صعبه جدا علينا، لغايه ما جالنا مدرس تاريخ كان شاطر جدا عمل لنا القصص التاريخيه دي في شكل اغاني، فحفظنا بيها المنهج كله من غير حتى ما نحس ان احنا بنعمل مجهود. فتح القدرين على بعض، فتح القدرين على بعض. فهو هنا ربط لنا ما بين احداث صعبه مليانه تواريخ ومليانه احداث مركبه جدا لحاجه احنا بنحبها جدا وهي الموسيقى، لان اغلبنا ما بيبقاش عندنا مشكله ان احنا نعرف احنا هنعمل ايه، لاننا في الاصل عارفين اللي ورانا او على الاغلب يعني، بس مش مشكلتنا ان احنا مش عارفين هنبدا منين، فنأجل وهكذا عشان نشيل الضغط من علينا. صوت ضميرنا هو بقى بيجي الاسبوع اللي بعديه وبيقول لنا هو انت مش كنت عايز تروح الجيم من اسبوع باين؟ ايه بقى يا سيدي ان شاء الله هتبدا امتى؟ طب ايه رايك بقى انك فاشل ومش بتعمل حاجه مفيده في حياتك وعمرك ما هتتغير؟ يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. انا جسمي الان ابتدى يشعر بالضغط والتوتر، انا محتاجه حاجه اهدي بيها نفسي. اعمل ايه؟
ولا كانه حصل حاجه. انا ههدى من المشاعر السلبيه دي وهروح اكمل الفيديوهات بتاعتي بتاعت الحوض بتاع شرم الشيخ. خدت بالك من حاجه؟ ان الحاجه اللي بتخلينا ناجل هي افكارنا ومشاعرنا. افكارنا اللي بتقول لنا ناجل ان احنا نبدا دلوقتي عشان الموضوع شكله صعب، هي اللي بتيجي بعد كده قدامنا وبتقعد نتساءل احنا ما بدأناش ليه. ومشاعرنا اللي بتكون حاسه بالخوف تجاه الحاجه اللي احنا داخلين عليها هي نفس المشاعر اللي بتحسسنا بالضغط بعد كده بسبب ان احنا ما بدأناش والوقت عمال يعدي. فالتأجيل لا هو كسل زي ما قلنا من شويه، ولا اني محتاجه اتعلم اداره الوقت، لانك ممكن نفس الحاجه اللي مأجلها هتلاقي نفسك عارف تخلصها في الوقت المطلوب بس على اخر لحظه. ثالث سبب بقى للتسويف اني خايف جدا من الفشل، لانه على طول بيترجم ان ثقتي في نفسي تتغير. فمثلا عندنا واحد اسمه راغب مارك. راغب ده شاطر في شغل جدا، لكن في نوع معين من التاسكات كده لما بيطلب منه كل مره لازم يعمل فيه غلطات. ده بيخليه زعلان من نفسه قوي، لانه عارف ان هو شاطر ما يطلعش منه الغلطات البسيطه دي، وبيسمع صوت جواه يا فاشل يا فاشل. فبيفضل بقى التاسكات دي يأجل فيها، يأجل ويأجل، فيخلصها كلها ويزنجفها ويبعتها في نفس اليوم، اعتقادا من مخه ان هو كده بيحميه، منه خلق له مبرر ان لما الشغل يطلع فيه غلطات انه ما كانش عنده الوقت الكافي ان هو يخلص التاسكات دي وعملها على اخر وقت. فكويس قوي ان هي طلعت بالشكل ده، لكن بقى لو كان بدأ فيها بدري يعني كان يا ويلي الشركه دي مني. بس يلا بقى تتعوض في التاسكات الجايه وتيجي التاسكات اللي بعدها ويحصل نفس اللي حصل. تيموثي بيتشل بقى عالم في علم النفس الاجتماعي بيقول لك ما تعملش كده، وبيقول لك انك انسب حل عشان تواجه المشاعر السلبيه دي بانك تواجهها. اتجنبها فاواجهها، لان مشاعر الخوف او الفشل او ان انا مش عارفه ابدا في الحاجه هتفضل تكبر جوايا طول الوقت، طول ما انا عماله اجل فيها، فبيجي لك احباط اكبر لان مكمل الفرص اللي انت عمال تضيعها ومش عارف تكبر في حياتك. فالتاجيل بيخليك شويه احسن على المدى القريب، لكن على المدى البعيد بيحط عليك ضغط كبير قوي من غير اي مبرر. الدراسات اثبتت ان عدد كبير قوي من الناس اللي بيكون عندها مشاكل في القلب والضغط بتكون المشكله الاساسيه بالنسبه لهم هي التسويف. انت هنا اكيد عرفت تتخيل ممكن يكون ايه السبب بالظبط كده، لان هما كانوا بيأجلوا اصلا المشاكل الصحيه الصغيره اللي كانت بتظهر وما كانوش بيتعاملوا معاها، ففضلت المشاكل دي تكبر لغايه ما وصلت انها بقت امراض مزمنه. طب وبعدين؟ طب والعمل هنا هنعمل ايه؟ يعني انا ماتشين البلاي ستيشن اللي بلعبهم ولا فيديوهات سوبر هنيدي اللي بتفرج عليها على اليوتيوب هيجيبوا لي امراض مزمنه ويموتوني ناقص عمر؟ طب معلش انا عايز حل غير حوار المواجهه ده دلوقتي، عشان موضوع ان انا اواجه خوفي ده ممكن ياخد معايا وقت شويه. احنا اتكلمنا في اول خطوه انك تقبل ان انت خايف او ان انت ما عندكش ثقه في نفسك كفايه او ايا كانت المشاعر اللي هي موقفاك. لكن في حلول تانية تسهل عليك الدنيا شويه، زي انك تقسم الحاجات الكبيره اللي انت بتاجلها دي فتتحول لتاسكات صغيره جدا كانك بتفتفتها بمعنى اصح، وابدا فيها واحده واحده. وحاول كمان ان انت تربطها بالكيف مش بالكم، انك تعملها كويس اكتر ما مهم انت عملت قد ايه. فمثلا انت مش محتاج تقول انا محتاج اخلص كورس مدته 20 ساعه، هتحس انه كبير طبعا ومخك هيبتدي يدافع زي ما قلنا. لكن قول ان انا مثلا محتاج كل يوم اخد للكورس ده 20 دقيقه بس، هم قليلين ومش كل اللي انا محتاج اعمله في الوقت ده، بس انا هركز فيهم كويس قوي. وهنا انت مش بتشتغل بس على انك تخلص المهمه، لكن هنا الاساس انك بتحاول تكسر نمط التاجيل، لان هي دي المشكله الاكبر اللي بتواجهها، مش بس ان انت مش عارف تخلص الحاجه، لان زي ما قلنا في اول الحلقه ان هي مش مشكله كسل، لكن هو نمط اتعودنا عليه في كل حاجه في حياتنا. كمان لما تبدا حاول تبعد عن اي حاجه عارف ان هي بتشتتك، موبايل، تلفزيون، اي حاجه، لان ده يساعدك بشكل اكبر انك ما تفصلش من الحاجه المفروض تعملها، وانك تكون فوكس فيها او مركز فيها اكتر، تبقى منغمس ومركز فيها قوي بدل ما كل شويه في النص تمسك الموبايل. فبعدها تحتاج ان انت ترجع تاني وتبدا التركيز من اول وجديد. كمان في نظريه تاني لحد اسمه جوي شويتزر بيقول ان لو كان الملل بقى هو ده اللي بيمنعنا، فبالتالي الحل مش بيكون ان احنا هنا نتجنب الملل، لكن ان احنا نتدرب ان احنا نتعامل اكتر مع الملل ده، زي ان احنا مثلا نتعلم نقعد في اوضه لوحدنا من غير اي مشتتات او اي حاجه ممكن تكون مسليه لينا، لان عاجلا او اجلا كل الحاجات المهمه هتيجي في وقت وهتكون ممله بالنسبه لنا مهما حاولنا ان احنا نخليها لطيفه. التكرار نفسه بيخلي الحاجه ممله، وفي النهايه اختار الحل المناسب. احنا بنفتح لك طرق مختلفه وشوف انت ايه اللي هيشتغل معاك، وشيل عليك بقى ليبل ان انت شخص مصنف، الى انك شخص عندك عاده التسويف اللي نبتدي نحللها ونلاقي لها حلول. والموضوع هنا مش بس مسميات او كلام تنميه بشريه وخلاص، لكن لما بتشوف ان المشكله فيك بتتصالح معاها وتكمل بيها، اللي هو انا هعمل ايه بقى، ما هو ده انا كده خلاص. لكن لما بتشوف انك بتعمل حاجه غلط ويبتدي السلوك يبقى قدامك، بنحتاج ندور على طريقه نغير بيها السلوك. في النهايه انا مريم عزت ودائم في البساطه، ما تنساش اللايك والسبسكرايب.